جابت لابنها جوز وهو لسه في اللفة. كانت مستنية شهور العدة تخلص علشان خاطر تتجوز من تاني. البلوجر أحلام بتستعد لجوازها للمرة الرابعة. يا ترى ايه الحكاية؟ الحكاية بدأت لما أحلام بدأت تنزل ستوريهات بفساتين فرح وتلمح فيها إنها وقعت في قصة حب جديدة، وإنها احتمال تتجوز قريب. وفي كل كلامها كانت بتقول إنها لما هتعمل فرح تاني هيبقى أحلى وأكبر من الأولاني مليون مرة. لكن لما تتسأل إذا كان في حد في حياتها أو لأ، كانت بتقول إنه لسه بدري. الكل قال وقتها إنها بتحاول تضايق جوزها أو تخليه يغير عليها، وفي اللي قال إنها تلميحات منها إنهم هيرجعوا لبعض تاني، خاصة إنهم لسه ابنهم ما كملش سنة. والكل كان بيقول لهم خليه يتربى في وسطكوا، لحد ما عملت للجمهور مفاجأة ولبست أشيك طقم عندها وقالت للمتابعين استنوني النهاردة في مفاجأة مش متوقعة. وكانت المفاجأة إنها اتخطبت لحبيب عمرها، وقالت أنا مش مصدقة ولا عارفة ولا فاهمة مين ده. سبحان الله، النصيب غلاب وربنا دايما شايل لنا الأحسن لينا. ربنا عالم قد ايه أحلام نفسها تعيش مطمنة وفي أمان وجنب شخص يفهمها ويحتويها ويحترمها. الحمد لله الحمد لله. وكملت كلامها وقالت طول الوقت كنا بنشتغل سوا ونروح ونيجي وكومنتات انتوا لايقين على بعض ومحدش فينا ركز معاها، وفعلا بنبعد وسبحان الله بنلاقي حاجة تجمعنا من تاني. بس المرة دي واحنا سوا ومش أصحاب ومش بنصور فيديوهات ومش أي حاجة غير إننا مرتبطين. محمد الشخص اللي فعلا اتمنيته من ربنا. أنا كنت جعانة حب واحترام وأمان، وكان من أحلامي إن أصحابي وأهلي يشوفوني متكرمة ومبسوطة وأنا جنب الشخص اللي بيرضي ربنا فيا. رجولته ليا مش عليا، شخص بيحب الحياة المستقرة البسيطة شبهي في حاجات كتير. لكن اللي فيه ناس كتير ما تعرفوش ان ده مش الحب التاني في حياة أحلام، ده الحب الرابع. جالها بعد خطوبة مرتين وجواز مرة، لكن علشان أحلام ما بتمشيش في الغلط كانت كل واحد بتحس انها بتحبه بتتخطب له على طول، ولو ما اتفقوش يسيبوا بعض. وده اللي خلى الجمهور ينتقدها ويقول لها انها مش عارفة هي بتعمل ايه، واللي بتعمله دلوقتي ما فيهوش اي مراعاة لابنها الصغير. وناس تانية دفعت عنها وقالت انها من حقها تعيش حياتها زي ما هي عايزة، المهم ما بتعملش حاجة غلط. اما بقى عن جوزها احمد العجمي فكان رده على الحكاية دي غريب. لما الناس سألته ايه رأيك في جوز ابنك رد وقال الف مبروك انا ماليش دعوة. تفتكروا اللي بتعمله أحلام ده صح ولا غلط؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.